اقل كلمه توصف الجهاز ده انه نازل حرق شغل مش اكتر، اللي هو شاومي مش عارفه تنزل ايه بس لازم تنزل موبايل وخلاص. يا رجاله عاملين ايه؟ معلش بقالي فتره مش بنزل فيديوهات، وزي ما انتم شايفين القناه اتطربت ومش عارف ابرر غيابي ازاي المره دي، بس والله كان عندي امتحانات ودور برد شديد وحوارات كبيره كده وكتيره. المهم عندنا مراجعه النهارده لاحدث جهاز من فئه النوت عند شاومي، وهو النوت 14 برو بلس. وتابعنا على الفيس والانستا والتيك توك، الرابط بتاعهم هتلاقيه تحت في الوصف، وهتلاقينه منتشر اكتر هناك. ومن غير ما نطول عليكم يلا نبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك يا غالي في فيديو جديد ومراجعة جديدة. ومراجعة النهاردة لموبايل شاومي ريدمي نوت 14 برو بلس. شاومي النهاردة جاية تنافس في الاسم الطويل، وليه على الموبايل ده 35 عيب، 35 حاجة ما عجبتنيش ومش هتعجبك لو فكرت تشتري الجهاز ده. ونبدأ سريعا. الموبايل جاي بظهر من الجلد أو الزجاج مع إطار من الألمنيوم، وعندك في ظهر الموبايل 3 كاميرات جايين في مربع بيضمهم، بالإضافة لفلاش ليد ومستشعر الضوء جنب الفلاش. وحوالين المربع بتاع الكاميرات ده في إطار لونه فضي، وفي خطين لونهم مختلف شوية عن باقي ظهر الموبايل في اللون الاخضر والبنفسجي بس، لكن اللون الاسود ساده. وكلمه ريدمي في ظهر الموبايل من تحت. على اليمين عندك زرار الصوت وزرار الطاقه، من تحت عندك السماعه ومدخل الشحن من نوع تايب سي، والمايك ودرج الشريحه. من فوق عندك مستشعر الاي ار بلاستر ومايك اضافي لعزل الضوضاء، والسماعه الثانيه. وزن الموبايل بيجي ما بين 205 ل 210 جرام، وسمك الموبايل 8.8 مللي. ظهر عليه طبقه حمايه جوريلا جلاس 7 اي، والموبايل مقاوم للميه والغبار بشهاده اي بي 68، بيستحمل لحد 1.5 متر تحت الميه لمده نص ساعه. والموبايل بيجي بثلاث الوان، اللون الاخضر واللون البنفسجي واللون الاسود. وطبعا اللون الاخضر والبنفسجي بيجوا من الجلد، اما اللون الاسود فبيجي من الزجاج. وتصميم الموبايل جيد جدا. شاشه الموبايل بتيجي بحجم 6.67 بوصه، منحنيه من الجناب، والشاشه من نوع اموليد بدقه 1.5 كي وبتردد 120 هرتز. والشاشه بتيجي بتشبع الوان 68 مليار لون. سطوع الشاشه بيوصل ل 3000 شمعه مع معدل وميض 1920 هرتز. وطبقه الحمايه اللي على الشاشه من نوع جوريلا جلاس فيكتاس 2. الشاشه دعمت تقنيه الدولبي فيجن والاتش دي ار 10 بلس. وعموما تجربه الشاشه ممتازه في الموبايل ده، سواء في الالعاب او في مشاهده المحتوى. شاشه بحواف صغيره والوان مشبعه، وهتاخد تجربه ممتازه من شاشه الموبايل ده. وعشان تبقى عارف، شاشه الموبايل ما اختلفتش نهائي عن النوت 13 برو بلس بتاع السنه اللي فاتت، غير في حمايه الشاشه الافضل وسطوع الشاشه الاعلى. لكن السطوع الفعلي تحت اشعه الشمس في الموبايلين حوالي 1200 شمعه. بصمه تحت الشاشه ادائها ممتاز وسلس، مش هتواجه معاها مشكله. وشاشه الموبايل تاخد ممتاز. الموبايل بيجي بمعالج سناب دراجون 7 اس جين 3، معالج 8 النواه بتردد بيوصل ل 2.5 جيجا هرتز، وبدقه تصنيع 4 نانومتر. المعالج الرسومي هنا من نوع ادرينو 710، وده معالج متوسط من الدرجه الاولى، مش وحش بس مش احسن حاجه. ببجي هنا بتشتغل على 60 فريم، ممكن مع تحديث ببجي الجاي تشتغل على 90 فريم لو قللت الجرافيك، لان هينزل الجرافيك اقل من سموث، ممكن مش اكيد. كول اوف ديوتي فيري هاي جرافيك مع فيري هاي فريم ريت، واللي هتدي لك تقريبا 40 فريم، ولو قللت الجرافيك هتاخد 60 فريم. واداء الموبايل ده مستقر بفرق كويس عن النوت 13 برو بلس، وده عشان غرفه التبريد اللي موجوده في الموبايل ده اكبر عن النوت 13 برو بلس، فرق 1000 ملم مربع للنوت 14 برو بلس. وده فرق فعلا في سخونه الموبايل، لو قارنتهم ببعض هتلاقي درجه حراره النوت 14 برو بلس اقل درجتين ثلاثه كده عن النوت 13 برو بلس، وده معناه استقرار اكتر في الفريمات والاداء بشكل عام. وفي المهام اليوميه اداء الموبايل كويس جدا. الموبايل محقق تقريبا 750 الف نقطه على برنامج انتو سكور، ومحقق 2334 نقطه في المالتي كور سكور، وفي السنجل كور محقق 1161 نقطه. وطبعا احنا مش بناخد بالارقام، بس انا هقارن لك الارقام دي مع النوت 13 برو بلس في قسم العيوب. واداء الموبايل جيد جدا. الموبايل بيجي بثلاث نسخ من المساحه. النسخه الاولى 256 جيجا مع 8 جيجا رام، والنسخه الثانيه 256 جيجا مع 12 جيجا رام، والنسخه الثالثه 512 جيجا مع 16 جيجا رام. ذاكره يو اف اس 2.2، والرامات ال بي دي دي ار 4 اكس. بطاريه الموبايل بتيجي بحجم 5110 ملي امبير مع دعمها للشحن السريع بقدره 120 واط. الموبايل بيشحن من 0 ل 100% في خلال نص ساعه تقريبا. البطاريه ادائها حلو جدا، كالعاب هتقعد معاك من 5 ل 6 ساعات، ولو استخدامك تصفح او مشاهده محتوى مثلا هتقضي اليوم معاك مستريح. البطاريه تاخد ممتاز. الموبايل جاي باندرويد 14 مع واجهه شاومي الهايبر او اس 1، دعم لحد 3 سنين تحديثات. الموبايل جاي بثلاث كاميرات في الظهر. الكاميرا الاساسيه بدقه 200 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.7 ودعم للمثبت البصري. ومستشعر الكاميرا جاي بحجم 1 على 1.4 بوصه، مش معروف اسمه ولكن ده نفس المستشعر بتاع السنه اللي فاتت. الكاميرا الثانيه الترا وايد بدقه 8 ميجا بكسل وبفتحه عدسه اف 2.2 للتصوير بزاويه واسعه 120 درجه. والكاميرا الثالثه ماكرو بدقه 2 ميجا بكسل وبفتحه عدسه اف 2.4. الكاميرا السيلفي بدقه 20 ميجا بكسل وبفتحه عدسه اف 2.2. الموبايل بيصور فيديو بالكاميرا الخلفيه بجوده 4K مع
24 او 30 اطار في الثانيه، او 1080 بكسل مع 30 او 60 اطار في الثانيه. وبيصور فيديو بالكاميرا الاماميه بدقه 1080 بكسل مع 30 او 60 اطار في الثانيه. تجربه التصوير بالكاميرا الخلفيه الاساسيه، فالصور فيها تفاصيل ممتازه وتشبع الالوان جيد جدا، والحده اللي في الصوره مظبوطه برضه. الحده اللي في الصوره مظبوطه برضه، مفيش حده عاليه. وبالنسبه للتصوير في الاضاءات الداخليه، فالصور فيها تفاصيل كويسه جدا وتشبع الالوان جيد، والدايناميك رينج مقبول. وقصد الدايناميك رينج اللي في الاضاءات الداخليه مش في الشمس عشان تفرق. والكاميرا الاساسيه تاخد جيد. في وضع البورتريه الصوره فيها تفاصيل ممتازه وتشبع الالوان جيد، الالوان جيده والدايناميك رينج جيد. وتصوير البورتريه اتحسن بفرق حلو عن النوت 13 برو بلس. والبورتريه هنا ياخد جيد جدا. الموبايل بيعمل زوم 2 اكس ديجيتال، بمعنى انه بيقص الصوره عشان يعمل زوم. مفيش فقدان كبير في التفاصيل، بالعكس التفاصيل جيده جدا، والالوان جيده والدايناميك رينج مقبول. والزوم هنا ياخد جيد. الصور في الليل بالعدسه الاساسيه التفاصيل جيده جدا مع دايناميك رينج وتشبع الوان جيد، ومفيش حده عاليه في الصوره. وعجبني في الموبايل ده انه ما قللش التفاصيل قوي في التصوير الليلي، والتصوير الليلي هنا ياخد جيد جدا. تجربه التصوير بالعدسه الالترا وايد، الموبايل هيدي لك تجربه كويسه جدا. التفاصيل في الصور جيده جدا، والحده مش عاليه، مفيش حده عاليه، وتشبع الالوان جيد جدا، ودايناميك رينج جيد تاخد جيد جدا. بالنسبه لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفيه الاساسيه في النهار، فالتفاصيل جيده والدايناميك رينج جيد والالوان مقبوله، ياخد جيد. وفي تثبيت الكتروني مع جوده 4K مع 30 فريم، اداؤه ممتاز، وفي رايي ده احسن اداء لمثبت الكتروني في الفئه المتوسطه. التثبيت هنا ممتاز. وتصوير الفيديو بالليل هتاخد تفاصيل جيده وتشبع الوان جيد جدا، والدايناميك رينج مقبول. تصوير الفيديو بالليل ياخد جيد جدا. تصوير الفيديو السيلفي تشبع الالوان جيد جدا، والتفاصيل جيده وياخد جيد. صوت الموبايل ستيريو، وهتاخد تجربه صوت ممتازه من الموبايل ده، ودعم لخاصيه الدولبي اتموس. شبكات الموبايل ممتازه، والموبايل بيشيل شريحتين اتصال واي فاي بترددات 6 و6 اي، دعم لخاصيه الدول باند وبلوتوث 5.4. الموبايل دعم لاغلب المستشعرات اللي هتحتاجها. عندك مستشعر جايروسكوب وبوصله وان اف سي واي ار بلاستر. مستشعر المكالمات هنا حقيقي، ودي ميزه في شاومي على فكره، ان الجهاز يكون فيه مستشعر مكالمات حقيقي، دي ميزه في شاومي. وعموما اداء كويس جدا. علبه الموبايل بيجي فيها الموبايل محطوط عليه سكرينه بشكل مسبق، راس الشاحن بقدره 120 واط، وسلك الشحن من تايب A لتايب C، ودبوس الشريحه وكتيبات التعليمات، وجراب باللون الاسود. نخش في العيوب. انا بسالك انت جاهز ولا ايه؟ انا جاهز. حطيت لايك، اشتركت، توكلنا على الله. مفيش مدخل 3.5 مللي الخاص بالسماعات. بروز الكاميرات عالي قوي وجاي على بروزين، فغصب عنك هتستعمل الجراب علشان تحمي الرصيف ده. والموبايل سميك شويه، 8.8 مللي، يعتبر سميك، ومسكته مش هتبقى مريحه. وزن الموبايل تقيل، خصوصا النسخه الزجاج منه، ومع السمك ده هتبقى مسكه الموبايل بايد واحده صعبه ان لم تكن مستحيله. الفريم الالومنيوم اللي هنا تحسه رديء نوعا ما، تحسه مخلوط بالبلاستيك. الاطار نزل على الشاشه مخلي شكل الموبايل مش الطف حاجه لما تبص للشاشه، وده مخلي السكرين تو بادي ريشيو هنا اقل من النوت 13 برو بلس. السكرين تو بادي ريشيو هنا 88 ونص، لكن النوت 13 كان 89 و7، يعني فرق 1.2 مللي للنوت 13. وللي مش فاهم، فده نسبة استحواذ الشاشة بالنسبة لجسم الموبايل، يعني حواف الشاشة من الاخر. وده انا لاحظته من اول ما شفت شكل الموبايل، حسيت ان الحواف هنا كبيرة مش زي النوت 13 برو بلس. لو قارنتهم ببعض هتحس بالفرق. الشاشة دي هي نفسها شاشة النوت 13 برو بلس، هي ما اتغيرتش. الفرق بس ان طبقة الحماية هنا اعلى، واقصى سطوع للشاشة بقى 3000 شمعة بدل 1000 شمعة. وكده كده الشاشة تحت أشعة الشمس بعد ربع ساعة بالكتير هتنزل ل 1200 شمعة عادي جدا. مكان البصمة نزل لتحت قوي، صبعك هيجيله تشنجات لو بتحاول تفتح الموبايل بإيد واحدة. الحافة السفلية في الشاشة كبيرة شوية، الحواف مش متماثلة في الموبايل ده. الشاشة منحنية، ومش كل الناس بتحب النوع ده من الشاشات، حتى أنا نفسي كرهتها. لو فاكر إن دي عيوب، ده تسخين بس. العيوب هتبدا دلوقتي. نوع الذاكره اللي في الموبايل ده يو اف اس 2.2، وده داون جريد عن النوت 13 برو بلس اللي كان جاي بذاكره من نوع يو اف اس 3.1. هتقول لي طب هتفرق في ايه؟ عيب والله ازعل منك. لا تفرق يا غالي. سرعه اقل في تسطيب البرامج، والبرامج هتتاخر شويه على ما تفتح، وهتفرق معاك بشكل عام في الاداء. خد دي كمان، الرامات هنا من نوع ال بي دي دي ار 4 اكس، السنه اللي فاتت كانت دي دي ار 5، ودي هتفرق معاك في الاحتفاظ بالبرامج انها تفضل مفتوحه لفتره اطول في الخلفيه في الدي دي ار 5، وهتفرق شويه في اداء البرامج. انا مش فاهم وجهه نظر شاومي في انها تعمل حاجه زي كده. المعالج اللي موجود في الموبايل ده ما يفرقش نهائي عن النوت 13 برو بلس، بالعكس ده كمان اداء النوت 13 برو بلس احسن بفرق بسيط. في اختبار السنجل كور كان فيه تفوق 4% بس لصالح النوت 14 برو بلس، والمشكله انك تحسهم متفيكين، لان في مقارنه بين الموبايلين في رندرة فيديو على برنامج النوت 13 برو بلس كسب باكتساح. يعني لو الرقم ده صح فعلى الاقل كانوا يخلصوا في نفس الوقت. وبرده نوع الذاكره والرام ليهم دور. الموبايل جايب اندرويد 14، واللي فات كان جايب اندرويد 13، وحاجه قمه الضحك. يعني شاومي بتنزل الجهاز متاخر سنه. النسخه اللي نزلت مصر ما فيهاش اي سيم، والنسخه اللي فيها اي سيم درج الشريحه بيشيل شريحه واحده، يعني اعتمادك هيبقى على الاي سيم. مفيش كاميرا تليفوتو للزوم، مفيش اي تطوير في الكاميرات عن السنه اللي فاتت نهائي. نفس الكاميرات بالمستشعرات بالدقه بكل حاجه. معالجه الصور بس اتحسنت حاجه بسيطه في الكاميرا الخلفيه الاساسيه. السيلفي اللي هنا اداؤه اضعف عن
السيلفي اللي في النوت 13 برو بلس اللي هو كان ضعيف اصلا، وده من اسوأ الكاميرات السيلفي اللي شفتها. مستوى متدني ما يليقش ابدا بفئه متوسطه عليا او فئه متوسطه او اقتصاديه حتى، وناقصه حاجات كتير. تصوير الفيديو السيلفي 1080 بكسل بس، مفيش 4K، ومفيش تثبيت الكتروني في تصوير الفيديو السيلفي، مفيش اوتو فوكس في السيلفي، مفيش تثبيت بصري على ال 4K في العدسه الخلفيه الاساسيه في الفيديو. اداء المثبت الالكتروني كويس جدا، لكن ده ما يخلينيش اني ما اقولش انه عيب. مفيش 60 فريم مع ال 4K في تصوير الفيديو بالكاميرا الخلفيه، اخرك 24 او 30 فريم بس. انا كل ده لسه بتكلم في مواصفات الكاميرات، لسه عيوب الكاميرات جايه دلوقتي. بالنسبه للصور بالكاميرا الخلفيه الاساسيه فالدايناميك رينج ضايع، ده دايناميك رينج في الفئه المتوسطه. الصور فيها لسعان بطريقه غبيه، ولو بتصور اشخاص فلون البشره شاحب والالوان عموما فاتحه بزياده. يعني مثلا السويت شيرت اللي موجود في الصوره دي لونه اسود طالع رمادي في الصوره، وتفاصيل الوش قليله، الوش ناعم بزياده. في البورتريه الالوان احسن شويه بس مش قوي برضو، والتفاصيل احسن بس الدايناميك رينج ضعيف. الصور مع 2 اكس الشجر طالع اسود، ما تسالنيش ازاي بس ده بسبب الدايناميك رينج الضعيف برضو. هو الى حد ما مظبوط شويه في ال 2 اكس خصوصا في الاماكن الفاتحه، لكن في الاماكن اللي فيها ظل او الاماكن الغامقه عموما بتسود قوي. الصور بالعدسه الالترا وايد الالوان فيها لاسعه والدايناميك رينج في الضياع، وتفاصيل الصوره كانت محتاجه تتحسن اكتر. ده بالنسبه للتصوير في النهار. في الليل بقى العدسه الالترا وايد ضايعه، الالوان سايحه على بعضها ومفيش تفاصيل في الصوره، مفيش تفاصيل في الصوره، وفي زغله لو بكسله شديده في الصوره، وحتى من غير ما تعمل زوم هتلاحظ البكسله دي. الصور بالسيلفي ما فيهاش تفاصيل والوش بيبقى ناعم بزياده، غير ان الدايناميك رينج ضعيف واقل اضاءه وراك وانت بتصور هتلاقيها لاسعه في الصوره، بتبقى لاسعه جامد، والالوان مش مظبوطه خصوصا لو بتصور في اضاءه داخليه، غير انها اضعف بفرق عن النوت 13 برو بلس. انا مش عارف احنا بنتطور ولا بنرجع لورا. تصوير الفيديو بالكاميرا الخلفيه تفاصيله قليله واقل من اي موبايل في نفس فئته السعريه، وتصوير الفيديو في الليل الدايناميك رينج ضعيف والالوان سايحه على بعضها شويه وفي لسعان خفيف. تصوير الفيديو بالعدسه الالترا وايد التفاصيل فيه معدومه، الصوره ناعمه جدا والدايناميك رينج ضايع والالوان مش مظبوطه. ركز مثلا على لون المبنى ده في العدسه الوايد، في العدسه الوايد لونه ازرق، لكن في العدسه الالترا وايد طالع لبني. تصوير الفيديو بالسيلفي ضعيف قوي والتفاصيل قليله، الالوان الى حد ما كويسه بس برضه مش قوي، وما فيش مكان لكارت ميموري. سعر الموبايل للنسخة 256 جيجا و12 رام ب 22500 جنيه، وللنسخة 512 جيجا مع 12 رام ب 24000 جنيه ضمان محلي. بقول لك رأيي في الجهاز، بصراحة أنا مش عارف الجهاز ده هيبقى مناسب لمين. الموبايل ما فيهوش غير الشاشة بس تقريبا اللي كويسة، وبرضه فيها عيوب. يعني لو أنت عايزه كتصوير مش هينفع معاك عشان الكاميرات بتاعته ضعيفة، لو عايزه كألعاب فالمعالج ضعيف، وفي وجود موبايلين زي البوكو اكس 6 برو أو البوكو اكس 7 برو ما ينفعش أصلا تفكر في الموبايل ده، فهو شاشة وبطارية بس كويسين. وكمان عندك النوت 13 برو بلس أرخص منه ب 3000 جنيه وقيمة اعلى مقابل السعر. اقل كلمه توصف الجهاز ده انه نازل حرق شغل مش اكتر، اللي هو شاومي مش عارفه تنزل ايه بس لازم تنزل موبايل وخلاص، والموبايل ده هياخد 4 من 10. وفي كلام حابب اقوله، في ناس بتاخد المراجعات بشكل شخصي شويه، اللي هو انت بتقول على الموبايل ده وحش ازاي، وده في الغالب بيكون ناتج عن حبه للشركه دي او انه معاه نفس الموبايل وفي بعض الحاجات اللي هو مش بيهتم بيها فبالنسبه له مش فارقه، فبيشوف اني باوفر او اني بكره الشركه الفلانيه فعشان كده نزل تلطيش في الموبايل. لكن لا بالعكس، انا من اكتر الناس اللي بتحب شاومي وحزين قوي على سلسله النوت اللي بهدلها الزمن بالشكل ده. فين ايام النوت 10 برو والايام الجميله دي؟ كان بيفصل بصمه وعادي، ولا المي 11 لايت كان بيفصل بصمه برضه. المهم نرجع لموضوعنا. انا في فيديو المراجعه اللي بنزله لك بقول لك على مواصفات الموبايل ومميزاته وعيوبه عشان تعرف الموبايل ده يستاهل ولا ما يستاهلش. طب في بدائل ايه تاني احسن؟ مش بجبرك انك تشتري الموبايل الفلاني علشان انا قلت ان ده حلو، او بمنعك عن شراء موبايل تاني علشان قلت ان هو وحش. لا، في النهايه دي فلوسك وليك حريه الاختيار. انا بس بعرفك ايه الكويس وايه الوحش اللي موجود في السوق. ونصيحه مني ليك، ما تشتريش الموبايل بعدين تشوف اراء الناس فيه او تشوف له مراجعات، لانك هتكرهه. شوف المراجعات الاول بعدين بناء عليها تقرر اذا كنت هتجيب الموبايل ده او لا، لان بشوف حاجات كتير زي كده اللي هو يشتري الموبايل بعدين يشوف اراء الناس فيه. طب ليه؟ افرح واتبسط بيه يا عم وربنا يبارك لك فيه. ولحد هنا نكون وصلنا لنهايه مراجعه النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا منها، واسف لو طولت عليكم، اظن الفيديو عدى ربع ساعه دلوقتي. اكتب لي رايك تحت في التعليقات، ولو اول مره تشوفني اشترك في القناه وفعل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. خمن السكور اللي هياخده السامسونج الاي 36 في الفيديو الجاي عشان اسمك يطلع في التلفزيون. وشكرا جدا ليكم على الدعم في القناه بشكل عام، واتمنى الدعم ده يستمر ويزيد كمان. بحبكم، دوس لايك واشوفك الفيديو الجاي. سلام.